خير من صلى وصام وسبح. ماذا عسايا أن أقول وأمدحا؟ والله إني لا أحيط بفضلكم، لكن ربي قد أبان وأوضحا. يكفيك آيات الكتاب شهادة، الشرح والأحزاب نون والضحى. صلى عليك الله يا خير الورى، قد فاز من صلى عليك وأفلحا. اللهم صل وسلم عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الكرام، قبل الحديث كله أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته، فإنه من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن سأله من الخير أعطاه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الكرام، رمضان شهر جد واجتهاد. أيها الكرام، قبل أن ألج إلى هذا الموضوع، لو أن أحدا منكم التفت لفتة يسيرة لوجد الدافع إلى هذا الأمر الذي نتكلم عنه. انظروا، المسجد لم يمتلئ اليوم، مع أن عادتنا في كل جمعة أننا لا نرتقي المنبر إلا وقد امتلأ المسجد، وقلنا لكم توسعوا للناس، وامتلأ الصرح المقابل والصرح الخلفي، وربما صلى الناس في الشوارع قبل أن نبدأ. ما الذي جعل الناس اليوم يتأخرون؟ هذا هو العرف السائد أيها الكرام الذي انتشر بيننا، إلا ما رحم الله عز وجل، أن رمضان يتحول من شهر ينام فيه الإنسان ليلا إلى شهر ينام فيه الإنسان نهارا، فيظن رمضان شهر نوم ودعة وكسل. أيها الكرام، ولعلي ذكرت لكم في خاطرة معينة أن أحد الناس يقول لي: لا ندري كيف يمضي رمضان، كيف تمضي الأيام. نعم، لا يمكن أن تشعر كيف يمضي رمضان وكيف تمضي الأيام ما دام أنك نائما أو أنك نائم طيلة يومك، فأنت لا تشعر. أهل الكهف ذكر الله عز وجل عنهم أنهم قد ناموا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ومع ذلك لم يشعروا بهذه السنين التي مرت عليهم، لم يشعروا بهذه الأيام التي تعاقبت عليهم. لما استيقظوا من نومهم قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، ربما يوم أو بعض يوم، ولم يتنبهوا لما قد تغير في خلقتهم، لما قد تغير في أحوالهم. ظنوه يوما أو بعض يوم لأنهم أصلا نائمون. فكذلك الحال في الإنسان النائم، لا يشعر برمضان كثيرا، أو يحول إلى شهر أكل وطعام وشراب وصنف الطعام والشراب. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني، وأنا لا أقول هذا لأني أرى أن الشعب يعيش في دعة ورخاء من العيش، فنحن نعلم أنه قد أصاب الناس ما أصابهم من البلاء واللأواء، لكن مع هذا مقارنة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، نحن اليوم في نعمة لا تقدر بثمن. انظروا إلى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ وقت القائلة: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ فقال أبو بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما أخرجنا إلا الجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، أنا كذلك ما أخرجني إلا الجوع. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى بيت رجل من الأنصار، فوجدوا زوجه وسلموا عليها فردت عليهم السلام، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبها إذ جاء زوجها، فنظر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فقال: ما أحد أكرم مني الليلة أضيافا، ما أحد أكرم مني ضيوفا، قد ساقكم الله عز وجل إليه. فقدم لهم عذقا من رطب وتمر
وبسر وأخذ المدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يضيفهم، فقال: احذر أن تذبح الحلوب لتنتفع بها. فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه من هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن هذا لهو النعيم الذي يقول الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لأنه قرب له بأبيه وأمه تمر ورطب وبسر، فكيف بنا إذ يقرب صنوف الطعام والشراب في رمضان؟ ربما ما استطاع أحدنا أن يصلي القيام لما أثقلته بطنه ولما أودع في كرشه، ربما ما يستطيع أن يقوم في صفوف المصلين. فالرفق الرفق. رمضان أيها الكرام شهر جد وشهر اجتهاد. الشاهد على ذلك غزوتان عظيمتان جليلتان كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. هذا هو الدليل. ولذا يقال: والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. رمضان كان في عرف النبي صلى الله عليه وسلم شهر العمل، شهر الجد، شهر الاجتهاد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أول غزواته على الإطلاق، التي لا مناص لنا ولا محيد أن نخصص لها في هذه الجمعة وقفات نتحدث فيها عن هذه الغزوة العظيمة التي هي غزوة بدر، التي يقول عنها الإمام الحافظ بن عبد البر الأندلسي رحمة الله عليه، قال: غزوة بدر هي أشرف مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وأعظمها قدرا عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنازعها غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم في المكانة والفضل. وكلام ابن عبد البر هذا ليس مجرد ادعاء، بل يصدق، بل يجسده ويعضده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل بدر ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. نعم أيها الكرام، ولذا كان لغزوة بدر مكانة ولأصحاب بدر مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عند ربهم تبارك وتعالى. فما بوأهم رسول الله هذه المكانة إلا لعلمه لما لهم عند الله تبارك وتعالى. هذه الغزوة العظيمة كانت في رمضان، يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو عفوا يروي الإمام البخاري من حديث عمر بن الخطاب قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر نظر فإذا المشركين 1000، فإذا المشركون 1000 وإذا أصحابه 317 رجلا. فلما نظر هذا، يقول عمر ويرويه عنه ابن عباس قال: التفت النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني. وذهب وهو يلح على ربه تبارك وتعالى بالدعاء حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم. في غير البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل يديه أغمض عينيه وغفى غفوة، فانتبه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأبي بكر: يا أبا بكر أبشر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يثير من ثناياه النقع. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند مسلم في الحديث الطويل حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدنا في آخر هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، ويكلم أصحابه. قال أنس: فقام أبو بكر فقال: وأحسن، فأعرضا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ترى هل إعراض النبي صلى الله عليه وسلم تقليلا لرأي أبي بكر؟ حاشا والله،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، وهو لا يريد المهاجرين، لأن المهاجرين قد تركوا الدار وتركوا الأهل وتركوا الغالي والنفيس، فمحال أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم رأيهم مسبقا، يعلم أنهم لن يدعوه صلى الله عليه وسلم، ولأن المهاجرين قلة والنبي إنما يريد الأنصار، وكان من بيعة الأنصار أنهم يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بين أظهرهم. عندما يصل النبي إليهم يتكفلون بحمايته صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي من المدينة يريد أن يعلم هل هذا هو رأيهم؟ هل على هذا يظنون ويبنون تصوراتهم؟ فقال أشيروا علي أيها الناس. قال أنس فقام عمر فقال فأحسن، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقام سعد بن عبادة، ونحن نحفظ موقف سعد بن معاذ الذي يروي محمد بن إسحاق وغيره من أصحاب السير، هذا رأي سعد بن عبادة في صحيح مسلم. فقام سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال إيانا تريد يا رسول الله؟ أنت تريدنا نحن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها. معنى نخيضها الضمير هنا عائد لخيولهم لجيادهم. لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها أي خيولهم إلى برك الغماد لفعلنا. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول أنس فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيروا وأبشروا، سيروا وأبشروا. قال أنس في ختام هذا الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يسمي القوم. يقول النبي هنا يقتل أبو جهل، وهنا يقتل عتبة بن ربيعة، وهنا شيبة بن ربيعة، وهنا أمية بن خلف، رؤوس الكفر الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، الذي قال الله عز وجل وإذا ما تلبثوا بها خلافك إلا يسيرا، ما إلا قليلا، ما يلبثون خلافك إلا قليل يسير. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى مواضع قتلهم. قال أنس انتبهوا لتمام الحديث، يقول أنس والذي نفسي بيده ما ماط أحدهم موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده ما ماط يعني تباعد أحدهم موضع يد النبي. لما قال النبي سيموت هنا أبو جهل مات في هذا المكان، ما جاوز إشارة يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال هنا سيموت شيبة وهنا سيموت عتبة وهنا سيموت فلان، في ذلك المكان صلى الله على محمد وسقانا الله من حوضه شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. وأعز الله عز وجل في هذا اليوم المبارك الجهادي العظيم من أيام رمضان أولياءه وكبت أعداءه. يقول ابن مسعود والحديث في الصحيح جئت إلى أبي جهل فوجدته قد برد، يعني قد مات لم يبق به إلا رمق. قال فقلت له أنت أبو جهل؟ ابن مسعود يريد أن يقول أنت ذلك العتل الجبار الجواظ، أنت أبو جهل؟ قال وهل فوق رجل قتله قومه؟ انظر الغرور. ولذلك فعلا استحق أن يتحصل على وسام. قد يقول كيف تسميه وسام؟ قد ينزل الشيء منزلة ضده لنكتة بلاغية. ولذا قال الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة إنما تأتي في الخير لأنها مأخوذة من نظرة البشرة. فقال فاستحق فعلا بجدارة أن يأخذ هذا الوسام الذي هو فرعون هذه الأمة. فرعون لما مات قال آمنت، مع أنه يريد أن يمضي بعيد
جيدا: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هذا ما قال هكذا، قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ يعني بما تعيرني؟ أنا رجل قتله قومه، وهو غير نادم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فأخزاهم الله عز وجل وكبت أمرهم، وأظهر الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. قتل هنا 70 حتى ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب وقال لهم: قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، أتكلم قوما قد جافوا ما يسمعونك عندما ألقوا في الكليم؟ قال النبي: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. هم يسمعون الآن وقد كبت أمرهم، ونصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. 70 يقتلون و70 أسرى من أشرافهم من خيارهم، حتى تروي سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كنت في مناحة بني عفراء، والمناحة المكان الذي تبكي به النساء على الميتين أو القتلى. قالت: كنت في مناحة بني عفراء إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الأسرى معه. تقول: فعدت إلى حجرتي، قالت: فرأيت أبا يزيد، والمقصود بأبي يزيد هو سهيل بن عمرو خطيب قريش. قالت: رأيت أبا يزيد قد غلت يده إلى عنقه وربط هكذا، وسودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قرشية، وأبو يزيد قرشي. أخذتها لفحة حمية، تألمت على أبي يزيد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: فقلت: يا أبا يزيد، أأسلمتموهم أيديكم؟ هل قاتلتم؟ بئس أيديكم، أسلمتموا أيديكم يربطونها ويقلونها إلى أعناقكم، هل قاتلتم حتى متم؟ لماذا لم تقاتلوا؟ لا سيما أنه كان يصور المسألة أنها بين قريش والأنصار. ولذلك يقول عبد الله بن الزبعرة رادا على حسان في غزوة أحد: ليت أشياخي ببدر شهدوا ضجر الخزرج من وقع الأسل، حين ألقت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل، فقتلنا النصف من سادتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. يقول: نحن عدلنا ميل بدر وقتلنا سادات الخزرج. كان يصور القتال أحيانا مع أنه كان خالصا. هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه نزلت في بني عبد شمس وبني هاشم، كما يقول أبو ذر في صحيح البخاري: والذي نفسي بيده لنزلت هذه الآية في حمزة وصاحبه وعتبة وصاحبه. هذا هو الظاهر، هذا هو الأصل. فقالت سودة: أسلمتموه أيديكم يربطونها، هل قاتلتم حتى متم؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سودة فقال: يا سودة، أعلى الله ورسوله تحرضين؟ هل تحرضين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال السودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: والله ما قصدت ذلك يا رسول الله، غير أني لما رأيت أبا يزيد ورأيت يده قد ربطت قلت ما قلت، يعني بدون قصد مني، أنا قلت ما قلت لأني ما صبرت على هذا الموقف. نعم أيها الكرام، أعز الله عز وجل أولياءه في هذا اليوم العظيم، وهذا اليوم كان في رمضان، وكذلك أعزهم الله عز وجل بداية ونهاية في فتح مكة، التي نخصص لها شيئا يسيرا من كلام بعد أن أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، قلنا شهر رمضان شهر جهاد واجتهاد بامتياز، وغزوة بدر هذه هي الشاهد، وكذا فتح مكة الذي كان في رمضان بداية قتال النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد النبي مع قريش في رمضان، وانتهاؤه في رمضان،
وهذا المشهد لأبي يزيد هناك في فتح مكة، وكذلك المشهد المماثل لأبي يزيد هذا سهيل بن عمرو هناك في فتح مكة عندما خرج إلى باب الخندمة وأراد أن يقاتل مع صفوان بن أمية ومع عكرمة بن أبي جهل، وخرج بعضهم، ولعلي ذكرت لكم هذه القصة، أن رجلا قال لزوجته أخرج أخدمك 2 أو 3 من الخزرج، فعاد هاربا. قالت ولما عدت؟ قال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة لهم نهيت خلفنا وهمهما لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا عجيبا أذكره لكم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قريش وهن يلطمن وجوه الخيل بالخمر. الرجال خلاص من دخل بيته وأغلق داره فهو آمن، فخرجت النساء من قريش يلطمن وجه خيل النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم قولا لحسان قديما في همزيته المشهورة التي يرد بها على أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عندما يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها. فذكر النبي هذا الموقف قبل 6 سنوات لحسان بن ثابت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، كما يقول ابن إسحاق: يا أبا بكر، كيف قال حسان؟ كيف قال حسان؟ قال: يا رسول الله، قال حسان بن ثابت: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء يسابقن الأعنة مسرعات يلطموهن بالخمر النساء. قبل 6 سنوات حسان يصور هذا المشهد الذي يقع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء يسابقنا، وفي رواية يبارينا الأعنة مسرعات يلطموهن بالخمر النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ندخل من حيث قال حسان، سندخل من كده من حيث قال حسان ليتحقق ما قال حسان. وأمر ابن عوف رضي الله عنه أن ينصب رايته عند الحجر، وخالد أن يدخل منها على مكة، ثم التقوا في ذلك المنظر المهيب الذي نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم دخول صنعاء بمشهد مماثل بإذن الله عز وجل. رمضان شهر الاجتهاد والجهاد والعمل الصالح أيها الكرام. رمضان شهر العمل الصالح. للأسف الشديد من كان منا يخرج الجبهة في غير رمضان، والله إني أقول لكم أني أخاطب بعض الأخوة وهو من كبار العلماء، لكن أحيانا الفهم عندنا، وأنا لا أتهم أحدا، لكن قد يوجد قصور في التصورات. نحن نقول لبعض الأخوة نخرج إلى الجبهات، فقال بعضهم: أنا مالكي. كيف مالكي؟ تعلمون ما معنى مالكي؟ أن الإمام مالك كان يوقف الدروس العلمية في رمضان ويتفرغ للقرآن. نعم، مالكي في تغيير الدروس العلمية إلى قرآن، لكن لا يعني أن أكون مالكي أن لا أشارك المجاهدين في هذه الأيام في رباطهم، في جهادهم، في جلوسهم. هذا هو العمل الذي يحبه الله عز وجل، والذي كان عليه دأب النبي صلى الله عليه وسلم ودأب صحابته الكرام. فعين جالوت في رمضان، وحطين في رمضان، وغيرها من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام كانت في رمضان. فأيها الكرام، لا يتصور أحد أن رمضان شهر خمول وكسل وأكل وشرب ودعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.